السلام عليكم، هلا والله، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة وسلامة يا رب. فيديو اليوم طريقة فصال حفرة الصدر، قصة البلم، وبنفس الوقت نحولها من قصة البلم إلى قصة التفاحة مثل ما موضح أمامكم بالفيديو. طريقة خياطة هذا الموديل خطوة بخطوة وياكم. عندنا قياس الكتف 21، أما 5 سنتيم. أما طول القطعة إيش قد حسويها؟ هذه 10 سنتيم عرض حفرة الصدر. أما طول حفرة الصدر هنا تنتبهون بما أنه قصة البلم لازم نسويها 15 سنتيمتر. هذه القصة اللي أمامكم صارت على قصة حفرة البلم. هنا أنا زبونتي طلبت من عندي قصة البلم، بس شنو على شكل حفرة قصة التفاحة. بعض المتابعات طلبا من عندي طريقة القياس بشريط القياس، وأيضا بنفس الوقت بالأشوار. عندنا هذه فتر قياس طول حفرة الصدر. أما حفرة الصدر من الأعلى إيش قد حنسويها كف مفتوح، وهذا الشكل النهائي لقصة حفرة الصدر. صارت عندنا على شكل شنو؟ قصة التفاحة. هذا إن شاء الله الموديل حطبقه أمامكم، خياطة وترتيبه بنفس الوقت. عندنا هذه قصة التغليفة، حسويها 20 سنتيمتر. أما عرضها حسويها شقد؟ حسويها 15 سنتيمتر، وقص الزيادة. هذه مثل ما قلت لكم حصير تغليفة القطعة الصدر. هذا طولها أو عرضها مثل ما وضحت لكم إياه بالفيديو. أجي أفتح التغليفة اللي هي من نفس القماش وأخيط حفرة الصدر. أول شي أثبتها بالدنابيس حتى يعني مثل ما نقول لا تاخذ وتطي بالخياطة، ونثبتها بهذه الطريقة. بعد هي ناخذها 1 سنتيم خياطة. حفرة الصدر دائما ناخذها 1 سنتيم خياطة ونخيطها. هنا ننزل الإبرة وأفرها بهاي الطريقة حتى شنو تصير على شكل مثلثة بالخياطة. الأركان قصة التفاحة بهذا الشكل. هنا أقص الزيادة. بالنسبة لتغليفة الدشداشة، لا يعني مثل ما نقول بالقماش، من نفس القماش أفضل من شريط اللي نستعمله بالدشاديش. هنا عندنا هذه تغليفة الدشداشة. مثل ما قلت لكم دائما لا تخيطون على قطعة الصدر حتى لا يبين عندكم الخيط ظاهري. أفضل التغليفة نخيطها على التغليفة، حيطلع خياطكم مرتب ونازك بنفس الوقت. هنا نتأكد من كل ركن بالقطعة حتى تبين عندنا خياطتها وترتيبها ونظافتها بنفس الوقت، يعني نظافة القطعة بالخياطة. هاي هنا ما حخيطها، حستعمل شريط لاصق أبو الوجهين ونخيطه. هنا استعملت هذا الشذر، عذرا على التصوير هنا انقطع عندي أو ما أدري الكاميرا ما صورت فما أعرف شنو السبب. هنا استعملت الأوتي وخيط ولصقت الشذر على القطعة. هذا الشذر السوتاج أو الشذر هنا أكبر النبذة، أخليها على رقم 5، مو الميزانية، لا الثانية اللي تكبر نبذة الخياطة. هنا خليتها على رقم 5، وبنفس الوقت نمشي على الخفيف حتى لا تتأذى الماكينة أو تنكسر الإبرة، لأن هذا النوع شوية من الدانتيل أو من الدانتيلات هذه يعني شوية نحسه بالخياطة. فأيضا يعني حافظوا على ماكينة الخياطة مالتكم. هنا أنا أمشي على الخفيف كلش من الجهتين خياطتها حتى يثبت عندكم السوتاج أو الشذر على قطعة الصدر.
هنا كلش على الخفيف أخيط حتى ما تنكسر عندي الأبرة. أحجيها صراحة، هنا تقريبا أبرتين انكسرت بهذا السوتاج للعلم مكبرة النبذة. فأنتم على الخفيف أو على كيفكم، مع رفع الباية شوية، يعني بس بالماكينة الصناعية رفع الباية شوية بالقدم حتى شنو من تخيطون ما تطق عندكم الأبرة. والحمد لله هنا بعد ما خيطت نهاية الشذر، يعني نهايته مثل ما نقول نهاية الشي، يلا بعد ما طقيت عندي الأبرة، لأن لقيت مثل ما قلت لكم شوية رفعت الباية بالرجل مالتي. وهذه تكملة القطعة الصدر من الأمام. أتمنى من عندكم لا تنسوني بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد من قناتي أو قناتكم قناة تبارك الرحمن للخياطة. هنا ثبتت الكركوشة، أرجع عليها بس شنو مو على الشذر، لأن هنا شوية مثل ما قلت لكم على القيطان، لأن هنا قلت لكم شوية تكسر أبر هذا الموديل. وهذا شكل قطعة الصدر، فصال نازك وهادئ وبسيط بنفس الوقت. مثل ما أقولكم تغليفة القطعة من الأمام هذا تغليفتها، وتغليفة قطعة الظهر بهذا الشكل. امشوا بهذه الخطوات والله ما حتندمون بالخياطة القطعة، حتطلع لكم نظافة ونزاكة بنفس الوقت. وهذا الشكل النهائي لقطعتنا بعد ما خلصناها. نهاية هذا الفيديو هذا الموديل مالتنا بعد ما خلصنا طريقة الخياطة. وحابة أشكر المتابعات اللي تركلي تعليقات كلش حلوة، وبنفس الوقت اللايكات وصلت لي من عندهن. وأبرز المتابعات اللي بقناتي هي أم ياسر وأم مهدي وأحلام ضائعة وسمرة ووردة الياسمين، أبرز المتابعات إلي من تعليقاتهن، وأشكر من عندهم جزيل الشكر. الله أستمر وياكم بأحدث الموديلات.